اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. لما يكون عندك ضيوف ومش عارفه تعملي ايه ومستعجله وعايزه تعملي لهم حاجه حلوه وحاجه لذيذه هيحبوها ويحبوها يعني ويستمتعوا هما بياكلوها. تعالى وانا اقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض احلى فاهيتة فراخ ممكن تاكليها في حياتك بطريقه سهله مش مكلفه، وكمان بسيطه واقتصاديه، يعني حاجه كده متدلعة على الآخر. تعالوا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. أول حاجة كده معايا صدور الفراخ، مسكتها وقطعتها على حسب التقطيع اللي انت عايزة تقطعيها. أنا قطعتها تقطيعة الشاورما. لو عايزة تقطعيها مكعبات، لو عايزة تقطعيها آم، زي ما هي كده تعمليها وفي الآخر تقطعيها، تتبليها يعني وفي الآخر تقطعيها زي ما تحبي. انت حابة تقطعيها ازاي هتعمليها. انا مسكتها كده قطعتها بالسكينه زي الشاورما بالظبط، علشان اتبلها وتتبيله تاخد فيها. طبعا الاكله ديت مش محتاجه ان انت تسيبيها ساعات، ولا محتاجه ان انت تعملي فيها اي حاجه غير ان انت هتتبليها وهتسويها في نفس الوقت. يعني سريع سريع كده، اكله سريعه خالص وما فيهاش اي مجهود. يعني مش حابه ان انت تقفي في المطبخ كتير، الاكله دي بتاعتك هتقفي في المطبخ 5 دقايق بالظبط هتخلصي الاكله بتاعتك في منتهى السهوله. وانا بقطع الفراخ كده كنت مجهزه معايا التوابل، وكنت مجهزه معايا الخضار اللي انا هستخدمه في الاكله بتاعتي. التوابل بتاعتي حاطه فيها معلقه نشا، معلقه صغيره نشا، وكمان فلفل اسود وكمون وبابريكا وملح، وكمان شويه بهارات مشكله، واكيد لازم يكون في بصل بودر وتوم بودر. والاكله ديت بتحب التوابل، فانت التوابل الموجوده عندك كده حطيها هتديكي طعم لذيذ جدا. وكمان انا حاطه جنزبيل بودر برضو. كل التوابل بتاعتنا مجففة وكلها بودر، وكمان شوية قرفة. طبعا بقى الايه التوابل، انا ابدعت في التوابل النهارده، حطيت كل التوابل الموجودة عندي، وكمان شوية كاري. فانا بقى بعد ما خلصت التقطيع كده قطعتها بالتقطيع اللي انت حباها. انا هحط التوابل عليها كلها واديها بقى ايه، اقلبها كلها في بعضها لحد ما تشرب من التوابل كلها. وحطيت كمان معلقه واحده بس زيت، واديتهم بقى تقليبه كويسه علشان تشرب التوابل كلها وكل التوابل تدخل في جوه نسيج الفراخ بتاعتي. انا بقى سبتهم ورحت اغسل ايدي علشان اولع البوتاجاز ونبتدي نعمل في وصفتنا اللذيذه الجميله الجباره دي. جربيها وصدقيني مش هتندمي، طعمها تحفه ويجنن. تعالوا بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل فيه ايه، نعمل في الاكله بتاعتنا دي ايه. وطبعا زي ما قلت لك انا مقطعه الخضار بتاعي اللي هستخدمه في الوصفه، عشان كده مش هنقف كتير على البوتاجاز. هنحط بقى معلقه زيت كبيره حلوه كده علشان الاكله ديت محتاجه كميه دهون كتيره، وكمان معلقه زبده كبيره. انت بقى الماده الدهنيه اللي انت حابه تستخدميها استخدميها، انا ما استخدمت زيت وزبده. احطهم بقى على البوتاجاز كده واولع عليهم لحد ما يدوبوا. ولازم هنا المادة الدهنية اللي بتستخدميها لازم تكون سخنة علشان تقفلك مسام الفراخ بتاعتك او اللحمة او اي حاجة انت بتستخدميها في الوصفة دي. لازم المسام بتاعتك تتقفل كويس علشان ما تنزلش مية. انا بقى دوبت كده معلقه الزبده مع الزيت، ونزلت هنزل بقى بالفراخ بتاعتي تدريجي واحده واحده. اللي تشمع واللي لونها يغير اركنها على جنب. بنزل كده واحده واحده كده بالمعلقه، اخد شويه واحطهم وافضل اقلب فيهم لحد ما يبتدوا ياخدوا لون. واهم حاجه النار تكون عاليه علشان زي ما قلت لك الفراخ بتاعتي ما تنزلش ميه. لو نزلتيها كلها مره واحده هتنزل ميه معاكي وهتاخد معاكي وقت عما تشرب الميه دي. انا بقى مش عايزاها تنزل ميه خالص، انا عايزاها بس تتشمع وتاخد لون، تغير لونها وخلاص على كده. لانها لسه هتبتدي تاخد تسويتها تاني بعد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. طبعا بقى وانا شغاله كده فيها بحط الفراخ بتاعتي واقلب تقليبه واركنها على جنب برضو في نفس الطاسه. مش ما بشيلهاش من الطاسه خالص غير في الاخر خالص بعد ما بخلص الكميه بتاعتي كلها. بنزل كده بكميه واحده واحده كده، هركن بقى الطاسه كده على جنب كده ونارها عاليه برضو علشان اعمل المكرونه بتاعتي، علشان الاكله بتاعتي كلها هتنزل من على البوتاجاز تكون سخنه وتتاكل كلها مع بعضها. جبت حله وحطيت فيها معلقه كبيره من الثوم المهروس علشان اعمل المكرونه بتاعتي، صلصه المكرونه بتاعتي. حطيت كده التوم، حطيت عليه ماده دهنيه، الماده الدهنيه برضو اللي انت حابه تستخدميها. وفي نفس الوقت برضو بحط من الفراخ اللي لسه في الطبق في الطاسه علشان تتقلب معايا كويس. اهم حاجه تخلي بالك ان الفراخ ما تنزلش ميه علشان الاكله بتاعتك تبقى مظبوطه ويكون طعمها حلو. برضو بنزل كميه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين. هنا الثوم بتاعي ابتدى ياخد لون، هنزل عليه بقى بالطماطم بتاعتي. حابه تحطي التوابل الاول حطيها، حابه تحطي الثوم
الطماطم الاول حطيها هنا، ابتدت تاخد لون خفيف خالص اللي هو الجلد الخفيف ده. هنزل كده بالطماطم بتاعتي المتسبكه، لو عندك طماطم فريش حطي. حطيت عليها كمان الملح وشويه بابريكا وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه بهارات مشكله. وظبطت برضو التوابل بتاعتي بتاعت المكرونه بتاعتي، بحيث ان هي ما احطش اي توابل تانية بعد ما احط المكرونه. بس زي ما كده خلصت كمية الفراخ بتاعتي. هركن بقى الصلصة بتاعتي تتسبك على جنب، واركز بقى مع المكرونة لحد ما مع الفراخ لحد ما الصلصة بتاعتي تتسبك وتبقى ايه جاهزة ان انا احط عليها المكرونة. انا هحط المكرونة النهاردة مش هسلقها، لا انا هحطها شاربة اعدها. شاربة اعدها ازاي؟ ان انا احط عليها كأنك بتطبخي رز بالظبط. تعالوا بقى للفراخ، هنا خلاص استوت. هركنها بقى، اجيب طبق واحطها فيها، لان انا استخدم بقيه ال الخضار بتاعي هشوحه في نفس الطاسه اللي انا عامله فيها الفراخ، عشان تاخد الطعم كله، ويبقى الصوص اللي نزل من الفراخ بالدهون بتاعتها يبقى الخضار بتاعي شارب من نفس التتبيله. هنزل بقى بالاول البصل بتاعي كده اللي انا مقطعاه جوليان، لا او جوانح رفيعه كده. هحط كمان معلقه زبده صغيره كده وشويه زيت علشان الايه الماده الدهنيه بتاعتي قلت. فهنزل كمان بالفلفل الالوان اللي انا مقطعاه. حابه تحطي اي خضار تاني حطي، بس ده روعه، الخضار ده كفايه عليه قوي. هحط بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه بابريكا كده، علشان ايه الاكله بتاعتي تبقى مظبوطه، ملحها مظبوط. وكمان يبقى الخضار بتاعي شارب من كل التتبيله. بعد ما تتبل كده وتدبل وتشوح كويس، هنزل عليه بالفراخ واديها تقليبه برضو. هنا بقى هحط اضافه بسيطه خالص، لو حابه تستغنى عنها استغنى عنها. انا حطيت معلقه واحده بس من صويا صوص، لو حابه تستغنى عنها حطي استغنى عنها، بس هي مدياه طعم جميل جدا. هديهم برضو تقليبه وانزل عليهم على حسب بقى الكميه الموجوده عندك. هتنزلي بالثوم، انا نزلت بثلاث فصوص ثوم كده كبار مفرومين ناعم برضو، علشان هيديكي طعم برضو جبار في الاكله دي. احنا طبعا مش حاطين خالص اي توم غير التوم البودر، وطبعا كانت رشه صغيره. فايه التوم هنا بيديها نكهه ممتازه، بعد ما تعملي كل الحاجات اللي عملتيها فيها بيديها نكهه فظيعه. هديها تقليبتين كمان لحد ما التوم بتاعي والصويا صوص والفراخ ياخدوا من بعضهم، واركنهم على جنب لحد ما اخلص المكرونه بتاعتي. هنا بقى المكرونه بتاعتي جبتها وهحط عليها الصلصه بتاعتي اتسبكت، وهحط عليها المكرونه واديها تقليبه. هنا بقى المكرونه اللي شاربه قعدها ديت بتبقى جباره. في الاول بتحس ان هي ايه، لا طريه ومعجنه ومش هتنفع معرفش ايه، لا صدقيني هي بصي اول ما بتنزليها في الطبق وتسيبيها يا دوبك بس دقيقتين، بصي تلاقيها مفلفله وكانك سلقاها وحطها في الصلصه، وتبقى طعمها تحفة وجبار. هنا الحلة بقى كانت صغيرة، فغيرتها وجبت حلة تانية، وهنزل بقى عليها بالمية المغلية. ما يهمكيش المية ان كانت اعلى من المكرونة، لا هي هتبقى كويسة خالص. هغطيها بقى واركنها لحد ما تستوي. وتعالوا بقى كانت المكرونة بتاعتي استوت. هنجيب بقى نضيف اخر اضافة على الفاهيتا بتاعتنا، هي عصير الليمون. بصي طعمه مدي للفراخ طعم جبار. تعالوا بقى بعد ما خلصنا الوصفة بتاعتنا، تعالوا نغرفها ونشوفها عملناها ازاي بالطريقة الجبارة دي. اول حاجة جبنا صينية كده محترمة، نزلنا عليها بالمكرونة. طبعا بقى طريقة الغرف اللي انت حابة تستخدميها، بس انا حبيت ان انا ايه اخليها صينية واحدة كده، واللي حابب ياخد في طبقه وياكل. ونزلت عليها كده بالفاهيتا. بص بقى ريحة وطعم جبار، حاجة كده تحفة وفوق الخيال. هنسيب بقى الحبة الباقيين نحطهم في طبق، واللي حابب ياكل بالعيش ياكل، ونزين كده بالبقدونس المفروم وكده. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. تعالوا بقى نقرب كده ونشوف طعمه ولذاذه وطعامه الفاهيتا مع المكرونه، وندوق. خلينا ندوق ونشوف المكرونه والفراخ عاملين ايه. شايفين طعمه تحفه وجبار وريحه تحفه، وكمان المكرونه بتاعتي مفلفله وطعمها تحفه ويجنن. جربيها ومش هتندمي، صدقيني مش هتندمي ابدا. يلا بقى اشوفكم فيديو جديد، باي.